بارك لكم ولادة سبط النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام في النصف من شهر رمضان. هذا الإمام العظيم سيد شباب أهل الجنة الذي يكفيه عظمة يكفيه فخرا أن النبي صلى الله عليه وآله ينسبه إليه. كان دائما يقول: الحسن والحسين ريحانتاي، الحسن والحسين سبطاي، الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. كثير من الروايات عندنا في حقهما من قبل النبي صلى الله عليه وآله على حبهما موالاتهما وما إلى ذلك. بالإضافة ما يتمتع به الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لا تجده عند غيره، باعتبار أنه ابن سادة البشر، أبوه أمير المؤمنين صلوات الله عليه سيد الوصيين من الأولين والآخرين، وأمه سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، وهو وأخوه الإمام الحسين سيدي شباب أهل الجنة. فلما تنظر لهذا البيت يعني سادة البشر الذي ترعرع فيه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أضف إلى ذلك الإمام الحسن عليه السلام عاش إلى جنب جده المصطفى صلى الله عليه وآله قرابة 8 سنين. هاي 8 سنين كان الإمام عليه السلام يحمل من علم جده المصطفى صلى الله عليه وآله، يغذيه بهذه التغذية الروحية. أذكر حادثة ينقلها المؤرخون: كان الإمام أمير المؤمنين إذا رجع من المسجد إلى الدار وجد الوحي عند فاطمة عليه السلام. المقصود بالوحي هنا يعني مو جبرائيل عليه السلام، وإنما ما نزل به الوحي. يعني النبي كان يبين لأصحابه، والإمام علي كان موجود والإمام الحسن أيضا كان موجود وهو صبي، يبين النبي أنه هبط علي جبرائيل بكذا آية بكذا تعليمات. الإمام يروح للبيت يلقى هاي الأمور كلها عند فاطمة عليه السلام تخبر الإمام علي عليه السلام بما أخبر به النبي. قال: يا بنت رسول الله، من أين لك الوحي؟ قالت: يا أبا الحسن، ولدك الحسن يخبرني، قبل لا يجي قبلك يخبرني بما حدث به أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإمام عليه السلام أراد يشوف الإمام الحسن كيف يخبر أمه فاطمة. فذاك اليوم أسرع الإمام علي عليه السلام لدخول الدار قبل ولده الحسن، واختبأ لينظر كيف يحدث أمه فاطمة. فدخل الإمام الحسن عليه السلام، وكالمعتاد الزهراء عليه السلام تنتظر منه أن يحدثها بما سمع من جده المصطفى صلى الله عليه وآله. وإذا به الإمام انقطع به الكلام، يعني وكأنه قيد. فقالت له الزهراء عليه السلام: بني حسن، قل، تكلم، ما لي أراك سكت. قال: أماه، كل لساني وقل بياني، لعل سيدا يرعاني. يعني أنا أحس أني مراقب كذا. خرج الإمام صلوات الله عليه أمير المؤمنين واحتضنه وهو يقول: ذرية بعضها من بعض. فالإمام الحسن عليه السلام تاريخ حافل، ويكفيه شأنا عظمة منزلة أنه كل المسلمين يجلون الإمام الحسن صلوات الله عليه ويعتقدون بأنه سيد شباب أهل الجنة.